الحكم بعد ذلك كان قد أعلن عن التسلل. عبد الإله عميمي، فرصة لأولمبيك خريبكا. عبد الإله، التصويب من عبد الإله، الكرة اصطدمت بزهير. ما زالت الفرصة متواصلة. زكريا الصافي باحثا عن يوسف شينا. ما زالت الفرصة متواصلة. عبد الإله، جول 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 في الدقيقة 31. ينجح عبد الإله عميمي في الوصول لمرمى المغرب التطواني بعد عدد من الفرص وبعد عدد من المحاولات. ينجح نادي أولمبيك خريبكا في الوصول لمرمى الحارس يحيى الفلالي. تسديدة بشكل ممتاز من عبد الإله عميمي، يسكنها الشباك، يسكنها مرمى الحارس يحيى الفلالي. فرحة كبيرة لعبد الإله عميمي. هنا اللقطة، هنا الإعادة، هنا الفرصة، هنا المحاولة. وصلت الكرة لأنس المرابط. بعد ذلك كانت المتابعة من يحيى الفلالي. تسديدة بطريقة رائعة ممتازة من عبد الإله، مانحا التقدم ومانحا الأسبقية لنادي أولمبيك خريبكا في مقابلة اليوم. تصبح النتيجة هدف مقابل شيء. تصبح النتيجة هدف مقابل شيء. فرحة كبيرة لعبد الإله عميمي، المهاجم السابق للجيش الملكي. في آخر نصف ساعة من عمر هذه المقابلة الكروية للخروج بنتيجة إيجابية. أولمبيك خريبكا يلعب من أجل النقاط الثلاث. نفس الشيء بالنسبة للمغرب التطواني. الكرة وصلت لبن شريفة، يتقدم محمد وليد يبحث عن المساندة، يراوغ محمد وليد، يواصل المراوغة محمد وليد، العرضية من وليد، جول 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 في الدقيقة 60. أيوب القعداوي ينجح في التسجيل وينجح في الوصول للشباك، شباك الحارس يحيى الفلالي بعد مجهود كبير من محمد وليد بن شريفة الذي تمكن من مراوغة 3 لاعبين. بعد ذلك أرسل الكرة على طبق من ذهب لأيوب القعداوي الذي لم يتردد. هنا الإعادة، هنا اللقطة، هنا الإعادة. راوغ أكثر من 4 لاعبين محمد وليد بن شريفة. بعد ذلك أرسل الكرة لأيوب القعداوي الذي أسكنها الشباك، مانحا التقدم ب2 لأولمبيك خريبكا في هذه المقابلة الكروية. هنا الإعادة، هنا اللقطة. لم يكن مراقبا أيوب القعداوي. تصبح النتيجة هدفان 2 مقابل شيء. في مقابلة اليوم هنا ضربة رأسية، تمرير، محاولة دائما لأولمبيك خريبكا. فرصة للأوسيكا، إمكانية الوصول. جول 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 جول. أيوب القعداوي يسجل الهدف الثالث لفائدة ولمصلحة نادي أولمبيك خريبكا في الدقيقة 69. أولمبيك خريبكا يواصل التألق، يواصل تقديم أفضل المستويات في مقابلة اليوم. تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل شيء. يتقدم أولمبيك خريبكا ب3 أهداف مقابل شيء. فرحة كبيرة في المدرجات. من كان يتوقع هذا السيناريو؟ هي أفضل مقابلة بالنسبة لأولمبيك خريبكا في هذا الموسم. وصلت الكرة لأيوب، وصلته في أفضل ظروف. مجهود كبير بذله محمد قصو الذي قدم الكرة للقعداوي. القعداوي الذي يسكن الكرة الشباك، مانحا التقدم ب3 أهداف لأولمبيك خريبكا. القعداوي الذي يسجل